السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم حبايب قلب الأعزاء. يسعدني ويشرفني اشتراككم ودعمكم لنا في القناة ليصلكم كل ما هو جديد فضلا وليس أمرا. طبعا حضراتكم النهاردة شايفين قدامكم قطار، ده قطار هدية جايباه لمودي حبيب قلب مامي. طبعا حبيت اوريهولكم واصوره فيديو يكون ذكرى بس لمودي كده حبيبي. طبعا القطار ده مودي طالبه من اسبوع، كان اتفرج بالموبايل بتاعه يعني على اليوتيوب، فشاف طفل صغنن معاه قطار، فقال لي انا عايز قطر عايز قطر عايز قطر. حاضر يا روح مامي. فطبعا ما قدرتش اخر عنه، فاول ما قبضت على طول جبت له القطار. جايباه امبارح بالليل. طبعا القطار ده ب300 جنيه من احلى واشيك محل في السكة الجديدة في المنصورة. اسمه القاضي. طبعا القاضي ده مشهور جدا في الالعاب في مدينة المنصورة بالسكة الجديدة. طبعا ناس راقية جدا ومحترمين جدا 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 فوق الوصف. مفيش حاجة عندهم اسمها فصال، لان هم بيبيعوا بالجملة. يعني ده بره هو قايل لي من 400 ل 450، لان ده ماركة حلوة يعني معروفة، هم عارفينها يعني الماركة دي. لكن هو عطوني ب300، ده الجملة بتاعته. فطبعا هفتحه مع حضراتكم واوريهولكوا قبل ما مودي يجي بقى ويشوفه. طبعا انا صورته ومودي بيحلق بره، يعني استغليت الفرصة ان مودي رايح يحلق، فقلت اصوره بقى مع حضراتكم، وباذن الله وانا بلعبه بيه هصوره لحضراتكم وهنشوف هيفرح بيه قد ايه. خليكم معايا ثانيه. طبعا هو ده القطار من الداخل. شيله بس هنا كده علشان الاضاءة تكون كويسة. طبعا دي القضبان بتاعته اللي هي السكك الحديدية. طبعا هي معمولة من البلاستيك، بس من البلاستيك المحترم يعني الكويس المتين، مش بلاستيك بيتكسر بسرعة، لا يعني ماركته تمام حلوة. دي كده القضبان. طبعا عندي هنا قضبان دائرية، اللي هي دي بتتركب في بعضيها علشان تبقى عبارة عن دايرة كده، هنشوفها مع بعض وانا بركبها ان شاء الله لحضراتكم في فيديو اخر لما بس مودي يجي يشوف الهدية ويفرح بيها. طبعا دي قضبان كده دائرية، وفي قضبان بالطول يعني اللي هي خط كده لاين. تمام. ده بقى القطار. طبعا ده كده القطار بهذا الشكل. هنا بنفك من هنا بمفك صغير كده ده بس اللي هو المسمار ده بس، علشان دي اللي هي الخزنة اللي بنحط فيها الحجارة، بتاخد اربع حجاير يعني. تمام. ده شكله. دي ايضا بتتركب فيه هي كمان بهذا الشكل، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده. تركب هنا كده تبقى بهذا المنظر يعني. تمام. هوريه حضراتكم اكتر. بتتركب كده. طبعا دي كمان بتتركب، بس ايه، بس بتركب في المنتصف بقى يعني. دي بتكون هنا وده بيكون هنا. طبعا ده الشكل النهائي للقطار بهذا المنظر. وبيمشي طبعا بيمشي بهذا الزرار يعني. حضراتكم سامعين الصوت، بس اصورها لكم على السيراميك ثانيه. طبعا كده هو المفروض ما يمشيش على السيراميك، يمشي على القضبان، لكن انا لسه مش هركبه دلوقتي الا لما اوريه لمودي. انا بس بصوره لحضراتكم هو ماشي كده بهذا المنظر.
كده، وممكن نلفه كمان كده. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، فده انا طبعا جبته امبارح بالليل وركبت له حجارة هناك. قلت لصاحب المحل وكده يعني ركب لي الحجاير بتاعته. فطبعا هو حط لي 4 حجاير، بس طبعا ال4 حجاير انا شارياهم جداد، بس تقريبا هما كانوا مركونين عنده، فمش حلوين قوي يعني، ما عجبنيش. بس الحجاير من عنده، لان هو مش مخصص في الحجاير، هو مخصص في لعب الاطفال. بيجيب ماركات هايله وماركات تحفه يعني عاليه. لكن ما عجبنيش الحجاره، فانا لسه هغير الحجاير. فانا طبعا مودي راح زي ما قلت لحضراتكم في اول الفيديو، رايح بس يحلق شعره. فطبعا وهم راجعين هيجيبوا حجاير، 4 حجاير هركبه ليه للقطر ده. وطبعا هوريه لمودي بقى اجمل هديه من مامي دودو لمودي حبيب قلب مامي. طبعا لما تركب الحجاير الجديده هنلاحظ ان هنا دي المبخره بتاعته بتطلع دخان، وبينور من قدام هنا نور اضاءه جامده، اضاءه لونها احمر. وطبعا هنا بيدخن جامد طول ما هو ماشي بيطلع دخان. فهوري لحضراتكم على الطبيعه، لكن لما اصور فيديو اخر بوجود مودي حبيب قلب مامي دودي. طبعا نلحق بقى نعينه بسرعه قبل ما مودي يرجع، علشان يعني نظبط الدنيا. زي ما حضراتكم شايفين، طبعا انا حبيت اصوره مع حضراتكم عشان بس يكون ذكرى حتى لمودي حبيب قلب مامي. طبعا بصور له فيديوهات هو ظاهر فيها بتكون خاصة معانا احنا، بحفظها عندي. لكن طبعا لازم اشارك بعض امور الحياة البسيطة على قناة مودي قلب دودي. فاتمنى حضراتكم كلكم تدعمونا باشتراك ولايك وتعليق، كومنت يكون محترم كده شيك زي حضراتكم. واتمنى حضراتكم تدعوا لمودي حبيب قلب مامي ان ربنا يا رب يجعله انسان عظيم ذو خلق، اللهم امين، ويبارك لي فيه. وطبعا كده هنعينها قبل ما مودي يجي ثواني كده. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا معانا الهديه العظيمه، انا حبيت بقى اوريها لكم تاني مش اكتر عشان تكون ذكرى. اولا تكون ذكرى، ثانيا ذكرى لمودي تكون ذكرى محترمه، ثانيا ان هي اشارك مع حضراتكم بعض حاجات خاصه بحياتنا، حاجات ولو بسيطه قليله، لان طبعا ما بحبش او انا مش من النوع اللي بظهر حياتي على السوشيال ميديا. طبعا تالت حاجة حبيت اشاركها معاكم علشان اي حد عنده عيد ميلاد، اي حد عايز يشتري هدايا قيمة لاطفاله، يعرف ان في ماركات كويسة. وطبعا دي شيك لو انتي رايحة باي هدية لحد طفل صغنن، رايحة عيد ميلاد، فبتجيبي له هدايا من دي قيمة. طبعا من محل اسمه القاضي في المنصورة في السكة الجديدة، تسألوا عليه. طبعا الهدايا دي قيمة جدا وفي متناول ايدي الجميع. بتكون رخيصة مش غالية، لانها بتكون بالجملة، والجملة عنده من قطعة واحدة. اتمنى لكم التوفيق والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصل كل جديد فضلا وليس امرا. الى اللقاء، استودعكم الله، باي باي.